ما هو مش كل يوم لحمة وفراخ. من آن لآخر كده الواحد يريح من البروتين وياكل بقى الأكلات الحرشة اللي بتشبع وتأكل دي. وأكلتنا النهاردة أكلة منسية من الزمن الجميل، وبجد بسيطة، وإن شاء الله مقاديرها موجودة في كل بيت. أول حاجة هتحطوا يعني سنة زيت، حاجة بسيطة. انتوا ممكن يتهيألكوا ان انا حاطة كتير، بس عشان انتوا جوه الطاسة معايا زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بصلاية كبيرة مفرومة ناعم، ولو عندك بصلتين حطي، لمن استطاع إليه سبيلا يعني. وحطي فصين توم مفرومين، ويكون عندك فصين توم تاني شايلاهم ايه على جنب. هتشوحي الكلام ده مع بعضه كده، وبعدين تنزلي بقرن فلفل شطة سليم لو في أطفال هياكلوا، أو متقطع حتت صغيرة لو انتي بتحبي الحاجة سبايسي. حطيت معلقة سكر، معلقة فلفل اسود، وسنة قرفة. والمعلقة اللي استخدمتها هنا هي معلقة صغيرة. وشوحت الكلام ده كله مع بعض. هنحط بقى عصير الطماطم بتاعنا المضروب في الخلاط، ولو ما عندكيش ممكن تستخدمي معلقة معجون طماطم كبيرة مع مية. بصوا، انا مش هظبط الملح دلوقتي لان في مكونات تاني هتتحط، بس هحط مكعب مرق الدجاج. اللي عايز يستغنى عنه يستغنى عنه، بس بصراحة هو بيضيف تيست ظريف للاكلة دي. هنسيبها بقى ايه تشكشك كده على النار، وفي طاسة تاني هنحط معلقة من السمنة وكوباية الا ربع من اللسان عصفور. هنشوح اللسان عصفور زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما ياخد اللون الذهبي، اللي هو ايه متحمر شوية، يعني ما يكونش فاتح في اللون. دلوقتي عصير الطماطم بتاعي اتسبك. هحط بقى الفول المدشوش. الفول المدشوش ده يا جماعة عبارة عن الفول المدمس، متشال القشرة بتاعته وبيبقى ناشف هو لما نشتريه من عند العطار. بس انا نقعته في المية ليلة كاملة علشان الغازات اللي بتبقى موجودة فيه تطلع. خدت كوباية ونص من الفول المدشوش وحطيتهم مع عصير الطماطم، وخدوا ودوا مع بعض كده دقيقتين تلاتة، وبعدين طشتهم باللسان عصفور. هل بقى كده وصفتنا خلصت؟ لا، لسه ما خلصتش. في طاسة هرجعهم بقى تاني على النار علشان اللسان عصفور نفسه يستوي، صح ولا ايه؟ في طاسة بقى على النار هعمل الطشة بتاعتي اللي هي، بصوا هي شكلها هنا معلقة كبيرة، بس هي والله معلقة صغيرة من الزبدة، عليهم فصين توم مفرومين اللي قلت لكم شيلوهم على جنب في الأول، مع معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. هشوحهم لغاية ما ريحتهم تطلع كده، واطش بيهم بقى ايه الأكلة بتاعتنا. وكده خلاص أكلتنا انتهت. ما تحطوهاش بقى على النار تاني، انتوا قلبوا تقليبه كده. وحتى لو اللسان عصفور ما كانش خد سوا كامل، عايزه اقول لكم والله بيستوي في البخار. شايفين هو نفسه شرب عصير الطماطم وبدا ينفش كده، والدنيا تمام. التكايه بقى حطي فحميه وغطي على طول بالفويل. عايزه اقول لكم بقى بتحول الطبق ده لحته تانية يا جماعه. سنه القرفه، الطشه، لسان عصفور، الفحميه، بيحولوا الاكله دي لحته تانية. دلعوا اكلكم البسيط. خلوا الولاد بدل ما يطلبوا بقى اللحمه والفراخ والبروست ومش عارف ايه، خليهم يطلبوا الاكله دي ببقهم، من كتر ما انت عامله فيها تكات تحلي الاكله اكتر واكتر. رشه بقدونس على الوش كده، وكلي بقى احلى طبق يفكرك بايام زمان، وبجد هيطلبوه منك كل اسبوع.